أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع ومرحبا خاصة بتلاميذي الأعزاء والأوفياء، تلاميذ سنة ثالثة ثانوي جميع الشعب العلمية، سواء كنت رياضي أو تقني رياضي أو علوم تجريبية، وكذلك أصحاب بيام 2025. مرحبا بكم جميعا أولادي أبنتي في آخر أخبار وزارة التربية وشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2025 بإذن الله الواحد الأحد. اليوم جيت نعلن لكم على خبر مهم جدا يخص شهادتين، يعني البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة 2025 بإذن الله تعالى، وطريقة سحب استدعاء البكالوريا لدورة 2025 واستدعاء البيام لدورة 2025 بإذن الله الواحد الأحد. لكن قبل ما نبداو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام واشتركوا في حسابي في الانستغرام، واللي ما عرفش يجبد الاستدعاء تاعو يتواصل معايا في الانستغرام، نبعث له مباشرة الطريقة ونعاونوا كيفاش يخرج الاستدعاء تاعو مباشرة من المنزل وبدون أي عراقيل يا جماعة الخير. ودعونا مباشرة نبدأ في فيديو اليوم. أولادي الخبر اللي جيت نعلن لكم عليه انه الان واخيرا حان موعد استخراج استدعاءات بكالوريا 2025 لهذه السنه باذن الله الواحد الاحد. وكما على بالكم ولادي انه استدعاء البكالوريا باش تقدروا تخرجوه لازم يكون عندكم ورقه. هذيك الورقه كي رحتوا خلصتوا حقوق التسجيل وحقوق الدفع 150 ألف بالنسبه للطلبه المتمدرسين معناتها النظاميين، و300 ألف بالنسبه للطلبه الذين لم يتحصلوا على البكالوريا، 500 ألف بالنسبه للطلبه الاحرار الذين تحصلوا على البكالوريا وحبوا يعاودوا. اذا هذيك الورقه يا جماعه الخير كي رحتوا سجلتوا بها لازم تحتفظوا بها. علاش لازم تحتفظوا بها؟ لانكم كي راكم رايحين تخرجوا استدعاء شهاده البكالوريا لدوره 2025 لو كان ما تكونش عندك هذيك الورقه ما تقدروش تخرجوا مباشره. وش هو الدور تاعها؟ انكم لما تدخلوا الموقع استخراج شهاده استدعاء البكالوريا او البيام كذلك لازم تستخدموا هذوك المعلومات اللي يكون، لانه فيها واحد المعلومات وفيها كذلك الرقم السري. الرقم السري هو اللي تحتاجوه. وبالنسبه للطلبه اللي ما عندهمش هذيك الورقه لازم تجيبوا الورقه. كيفاش استاذ نجيبوا هذيك الورقه؟ لانه لحقوا لي تعليقات استاذ رحت لي الورقه، استاذ رحت لهذيك الورقه ما احتفظتش بها. اللي ما عندوش الورقه للاسف الشديد للاسف الشديد للاسف الشديد يا جماعه الخير ما يقدرش يخرج الاستدعاء تاعو، وبالتالي ما يقدرش يدخل البكالوريا، لانه بدون استدعاء انت ما تقدرش تدخل الى مركز الامتحان. راكم معايا ولا لا؟ بصح استاذ كيفاش ندير الان؟ ما تخافوش ولادي كاين الحل. بالنسبه للطلبه اللي راحت لهم هذيك الورقه اللي فيها الرقم السري وما احتفظوش بها ولا ما صوروهاش، كاين الحل بكل بساطه، هي انكم تطلعوا للمدير تاعكم. المدير تاعكم مباشره يدخل الى فضاء الاولياء ويعطي لكم الرقم السري تاعكم ويعاود يعطي لكم هذيك الورقه بكل بساطه. بصح كاين اتى المدراء ما يحبوش يمدوهم، روحوا مع اولياء الامر تاعكم يعطيها لكم مباشره باش من خلالها تقدروا تخرجوا ورقه الاستدعاء تاعكم ان شاء الله تعالى وتجوزوا البكالوريا تاعكم باريحيه ان شاء الله. اذا نعاود بالنسبه للطلبه اللي ما داوش الورقه تاعهم ولا تبحرت لهم ونساو نحطوها، روحوا للمدير تاعكم مباشره في الموقع تاع فضاء الاولياء يعطي لكم هذيك الورقه. هذيك الورقه تروحوا بها للسيبر ولا في الدار تخرجوا مباشره الاستدعاء تاعكم وتحتفظوا به يا جماعة الخير. الاستدعاء ما تطوه ما تكرفصوه، خلوه في ورقة وحطوه مباشرة وين ويكون محفوظ، لأنه من خلاله راكم رايحين تدخلوا تجوزوا امتحان البكالوريا. ما يكونش عندك استدعاء انت ما تقدرش تدخل مباشرة للبكالوريا. وقراو مليح هذوك البنود والقوانين اللي تكون في الورقة، وتشوفوا جدول التوقيت الزمني تاعكم، وتعرفوا أيضا المركز تاعكم راكم رايحين تمتحنوا. راكم معايا ولا لا؟ لأنه من خلال الاستدعاء راكم رايحين تعرفوا المكان ولا المدرسة ولا الثانوية ولا الابتدائية ولا المتوسطه اللي راكم رايحين تجوزوا فيها بكل بساطه يا جماعه الخير. وتدوا معكم الاستدعاء وتدوا معكم لا كارت ديدونتيتي معناتها بطاقه التعريف الوطني، وتدوا معكم مقلمه بيان سور، وتروحوا تجوزوا البكالوريا تاعكم يا جماعه الخير. بالمختصر المفيد حبيت نقول لكم باللي كي خرجتوا استدعاءات البكالوريا يجمعوا هوليك البيان اللي حطته وزاره التربيه منذ ساعه عفوا بدأ العد التنازلي للبكالوريا تاعكم وبقيت ايام تعد على الاصابع. وش نقول لكم ولادي؟ اسال الله عز وجل النجاح والتوفيق لكل طالب سعى ولكل طالب قرا وكل طالب تعب. والله العظيم قلبي راهو معاكم ولادي. بصح واش نديروا؟ بقات فتره وجيزه ونشوفكم ان شاء الله اطباء، نشوفكم مهندسين، نشوفكم ديزانجينير، نشوفكم حاجه كبيره ان شاء الله تعالى في المجتمع باذن الله الواحد الاحد، لانكم انتم راكم المستقبل. ومبقى عليا غير نقول لكم ولادي ربي يوفقكم، ونتلاقوا ان شاء الله تعالى في الفيديو القادم باخبار جديده واخبار مفرحه باذن الله الواحد الاحد. ويعطيكم الصحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بقاو على خير ولادي.